قصتي مع ثانوية عامة. كتير متخيلين ان نهاية الطريق انهم يدخلوا الكلية اللي نفسهم فيها. انا جاية بقى من المستقبل وبقولك ان انا دخلت الكلية اللي انا نفسي فيها، بس حصل لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وفي الوقت ده كمان حصل لي ظروف كتيرة جدا كانت تمنعني ان انا اصلا افكر اتحرك من مكاني. بعدها تخيلت ان انا حياتي وقفت تماما. اوعى تفتكر ان في كلية معينة هي احسن كلية. ممكن تكون في نظر ناس كتيرة قوي شخص عادي، بس انت لازم تكون شايف نفسك انجح شخص في الدنيا. هتفتكر ان في حد بياخد رزق حد، محدش فينا بياخد رزق التاني، ومحدش فينا شطارته بتقلل من شطارة التاني. كلنا ممكن نبقى شاطرين وبنساعد بعض نبقى انجح. هحكي لكم قصتي من الاول، هي طويلة شوية بس استحملوها مع بعض، لعلها تكون شبه قصة ناس كتيرة وانا متأكدة من كده. انا بصراحه طول عمري طالبه دحيحه جدا كما يقول ثانويه عامه على ايامي كانت سنتين مش زي دلوقتي. كان المجموع منقسم على سنتين. في سنه تانية ما كنتش بنام حرفيا، كنت بذاكر ليل نهار، لان انا كان عندي تارجت ان انا عاوزه ادخل كليه صيدله. المهم ان انا جيت في النتيجه اتصدمت، وكانت نتيجه صادمه للبيت كله. انا جبت 94.6 وطبعا دي كان بالنسبه لي دمار لكل احلامي، لان صيدله في الوقت ده كانت بتاخد 95.3، وبالتالي انا كده مش هعرف اعوض السنه الجايه. فخلاص لما جت سنه ثالثه قلت خلاص انا مش هذاكر بقى زي ما انا كنت بذاكر، وكبرت دماغي. كنت بذاكر العادي اللي هو مش زي الطبيعي بتاعي. وجيت في سنه ثالثه ربنا كرمه كان كبير جدا جدا جدا، وكانت المفاجاه ان انا جبت توتال مجموع السنتين على بعض كان 97.8. وفي الوقت ده كان قدامي ان انا ادخل كليه طب او اي كليه تانية انا نفسي فيها، بس انا اخترت صيدله وما كتبتش في رغباتي غير صيدله، وبالفعل دخلت صيدله. وبدات من هنا رحلتي مع صيدله. صيدله مش كليه سهله، ولكن انا كمان كنت بحب الدراسه جدا، فبالنسبه لي الموضوع كان بسيط. وبصراحه كنت بشتغل من اول سنه. من اول سنه نزلت سلسله صيدليات كبيره جدا طول ال5 سنين في صيدله، اشتغل في صيدليات واحقق نفسي كويس جدا. وكنت متميزه جدا في جزء السكان كير والاو تي سي دراجز، كنت متميزه جدا في الجزء ده. واصحابي في الوقت ده كانوا متاكدين ان انا مجرد ما هخلص الكليه هشتغل في اكبر الشركات واحقق فيها نتائج كويسه جدا، لان انا عندي قدره هائله جدا على الماركت ده. ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بمجرد ما اتخرجت من الجامعه اتجوزت، واول ما اتجوزت حملت في بنتي، ودي كانت المفاجاه. وقتها قررت ان انا افاضل ما بين هل انا هختار ان انا اكمل في الكارير بتاعي، ولا هختار ان انا اكون ام وامارس دوري تجاه بنتي. وفي الوقت ده قررت ان انا لازم افضل جنب بنتي. ممكن حد تاني يقدر يوفق ما بين شغله وتربيه اولاده، بس انا شفت ان السن الصغير ده محتاج كل دقيقه اركز معاهم فيه، وخصوصا كمان ان انا حملت في ابني بعد ما ولدت بنتي على طول. بعدها تخيلت ان انا حياتي وقفت تماما، وان انا خلاص كده مستحيل احقق الكارير اللي انا نفسي فيه. وفضلت سنه ورا سنه. تخيلوا ان انا فضلت 6 سنين ما حسيتش بيهم، ولكن انا شفت ان انا استثمرت ال6 سنين دول صح، استثمرتهم في اولادي، ومش ندمانه على الوقت ده خالص. وعلى فكره لو رجع بيا الزمن انا هرجع وهعمل كده كمان، لان انا شفت ان انا اخترت الاختيار المناسب. ومرت 6 سنين معرفش مروا ازاي وانا سايبه شغلي الصيدلي اللي انا اصلا بعشقه جدا. ولكن في الوقت ده انا كنت بشتغل حاجات تانية ان شاء الله هيجي يوم وهنتكلم عنها، ولكن بعيده تماما عن المجال الطبي. وبعد ما مرت ال6 سنين قررت ان انا ارجع واشتغل تاني، خصوصا كمان ان اولادي دخلوا المدرسه، وبدات ان انا انزل منظمه عالميه اشتغلت فيها في الاول صيدلي وبعدين مدير صيدلي، والحمد لله حققت فيها نجاح كبير جدا. بس في الوقت ده قررت ان انا بس مش هكتفي ان انا صيدلي، قررت ان انا احقق شغفي التاني في الحياه وهو التغذيه. انا معروفه جدا وسط اصحابي ان انا نفسي حلو جدا وبيحبوا اكلي جدا جدا. قلت ليه لا ان انا ما استغلش كده في ان انا احضر لهم وجبات صحيه واكون بساعد ناس كتيره قوي ان هم يحسنوا من حياتهم. حبيت ان ده يكون مدروس جدا، وعشان كده بدات ان انا خلال السنتين دول اخد 3 دبلومات تغذيه علاجيه معتمدين من الجامعات الحكوميه. اصبحت اخصائي تغذيه علاجيه، وكمان تم اعتمادي من منظمه الايزو العالميه، وكمان تم اعتمادي من الجمعيه الامريكيه للتعليم الطبي المستمر بعد ما اخدت اكتر من 150 ساعه تدريب عملي في المستشفيات الحكوميه. وبعد كده قررت ان انا انزل للسوشيال ميديا، والكلام ده كان من سنتين. من سنتين قررت ان انا افتح اول صفحه ليا على السوشيال ميديا، والنهارده بحتفل معاكم بمرور سنتين وبقى عندي اكتر من 250 الف متابع. على فكره انا عاوزه اقول لكم حاجه مهمه جدا كمان، ان انا اول ما فتحت الصفحات دي برضو اتقال لي هو انت هتلاقي مكان وسط كل الناس العظيمه دي ازاي. دلوقتي الحمد لله بمساعده اولادي واهلي واصحابي المخلصين جدا 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 انا قدرت ان انا اعدي كل ده، واكون دلوقتي قدامكم بحكي قصه تكاد تكون قصه ناجحه الى حد ما. ولسه في احلام كتيره قوي 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 عندي ان شاء الله بدعي ربنا ان انا اقدر احققها في يوم من الايام، لان انتوا عيلتي الكبيره وخليتوني اعدي مواقف كتيره قوي صعبه ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اعديها في حياتي. اوعوا تتخيلوا ان الصور اللي بتضحك لينا طول الوقت هي دي الحقيقه بتاعتنا، بالعكس احنا عشان نطلع بنضحك كده في حاجات كتير قوي قوي بنبذلها عشان نقدر نطلع لكم بالصوره اللي بتلمع دي. بس انا عاوزه اقول لكم ان مفيش كليه معينه هي اللي بترسم طريقك، انت
اللي بترسم طريقك مهما كان الوقت اتاخر، تقدر تبتدي مهما كان الوقت فات. انت لازم تكون شايف نفسك انجح شخص في الدنيا، لانك لو قللت من نفسك مفيش اي حد هيرفع من شأنك. ولو انت شفت الحاجات البسيطه اللي انت بتعدي بيها في حياتك حاجات تافهه، يبقى انت كده مش بتقدر نفسك. كلنا عندنا اختبارات قويه جدا، مفيش حد فينا ما عندوش اختبار، ولكن كلنا لازم نعدي بالاختبارات بتاعتنا دي، ما نخليهاش هي اللي تعدي علينا. عاوزه كمان اقول لاولادي لو الفيديو ده فضل عايش لحد ما انتوا دخلتوا ثانويه عامه زي كل طلبه ثانويه عامه دلوقتي، انا ما عنديش رغبه ان انتوا تدخلوا كليه معينه، بس انا عندي رغبه ان انتوا تكونوا انجح ناس في اي مجال تدخلوه، ويكون اهم حاجه بتتقوا الله وتحتسبوا دايما عملكم في سبيل الله. وعاوزه انصح اخواتي اللي في ثانويه عامه دلوقتي دايما خلوا جزء من عملكم في سبيل الله، هيسهل عليكم حاجات كتير جدا جدا جدا. يا رب اكون فدتكم، ويا رب تكون تجربتي ممكن تفيدكم شويه، وما توقفوش حياتكم على اي كليه. باي باي.